بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. فهذه قراءة من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو المجلس التاسع من التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله تعالى، 13 من شهر صفر لعام 46 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب والباب الذي بعده يتعلقان بشبهة المشركين، هي شبهة الغلو في الصالحين. هذه من الشبهة العظيمة التي طمت وعمت اليوم. والمراد من هذا الباب تبيين أن أفضل بني آدم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الصالحين، ليس بيده شيء، فغيره من باب أولى من الصالحين. وهذا الباب لو لاحظتم أن الشيخ رحمه الله تعالى أورده بعد أن قرر أن صرف العبادة لغير الله شرك، وذكر الدعاء والذبح والنذر، ثم الآن أتى بهذا ليرد بشبهة إشراك غير الله مع الله، كما أفاد هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد. ثم أتى بهذه الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا. وهذا الباب لم يجعل المؤلف له عنوانا. يصح أن يسمى هذا الباب بطلان الشرك. وهذه الآية التي استدل بها المصنف فيها بيان أن غير الله لا ينفك عن صفات 4. هذه الصفات تجعل العاقل لا يتعلق بغير الله عز وجل. الصفة الأولى أنهم لا يخلقون شيئا. الصفة الثانية أنهم لا يخلقون أنفسهم. فإذا لا يخلقوا أنفسهم، فإذا لم يخلقوا أنفسهم فغيرهم من باب أولى. الصفة الثالثة أنهم لا يستطيعون نصر غيرهم. الصفة الرابعة أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم. إذن هذه صفات 4، فكيف تشركون مع الله من في هذه الصفات 4؟ واضح؟ إذن هذه الصفات، فإذن كل ما سوى الله كذلك، فإذا لا تجوز هذه العبادة إلا لله وحده. وأذكر فائدة أن الخلق نوعان. النوع الأول خلق هو الإيجاد من العدم، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. الخلق الذي فيه الإيجاد من العدم هذا خاص بالله. والنوع الثاني خلق هو التحويل من صورة إلى صورة، هذا قد يستطيع المخلوق بعض صوره، من ذلك قول الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقولي: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هنا في هذه الآية والشاهد منها: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هي اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر، هذه لا يملكها أحد من دون الله، أي استقلال من دون الله، أي لا يملكها أحدا ملكا تاما. والذي يملكها الملك التام لا يملكها أحد ملكا تاما، إنما الذي يملكها الله سبحانه وتعالى. ثم قال في الآية: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرك ولا ينبئك مثل خبير. يعني إن تدعون هؤلاء لا يسمعوا دعاءكم. والمراد بالسماع هنا مطلق السماع، كحديث البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا سمعتم نباح الكلاب ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن المراد بالسماع هنا الاستجابة، قوله تعالى: سمع الله لمن حمده. طيب،
قال لا يسمع دعاءكم، هذا في حق الأصنام لأنها جمادات، وكذلك في غير الجمادات من الأموات، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذا في حق العقلاء من الملائكة والأنبياء والأحياء اللي هم الصالحين وغيرهم. وهنا مسألة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، أن معبودات المشركين من دون الله ثلاثة: إما إنهم طالحون، وهذا وجد عند المتأخرين كما ورد عن البدوي من الأشياء التي ذكرت عنهم طوام وغيره. والثاني أن يكونوا إما أنهم صالحون كعيسى عليه السلام فقد عبدوه وأمه، فهؤلاء صالحون. والثالث من لا ينسب له لا صلاح ولا طلاح ولا فساد، يعني كالأشجار والأحجار. فإذا جميع هذه المعبودات لا يصح أن تعبد من دون الله. إذن المعبودات أو معبودات المشركين لا تخرج عن هذه الثلاث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. هذا قال في الصحيح، هذا في صحيح مسلم، وإنما في البخاري معلقا في كتاب المغازي. والرباعية كسرت رباعيته، الأسنان الأولان من سواء كانت الأسنان العلوية أو السفلية تسمى ثنية، والتي بجانبها من جهة الأسفل أو الأعلى تسمى رباعية. يعني يقولون الرباعية هي كل سن بعد الثنية. طيب، والشاهد واضح من هذا، والآية واضحة أن الأنبياء وهم أصلح الناس لا يملكون نفعا ولا ضرا، فكيف بمن دونهم؟ نعم. قال رحمه الله: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلان، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، فأنزل الله قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه هذا أنه ذكر أنه يبين لك أن النبي لا يملك نفسه شيئا، فغيره من باب أولى، من باب أولى. يعني ليس لك شيء من التصرف في عباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصحابة خلفه ويدعون والله يقول لهم، وهم صفوة الخلق بعد الأنبياء الصحابة، ويقول للجميع ليس لكم يعني من الأمر شيء. فبين النبي أن ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك شيء من التصرف في عباده. وهذا مهم يا أخوة أن يفهم، وأنك إذا فهمت هذا علمت أن ليس لأحد أن يتعلق بصالح ولا غيره. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليس له من الأمر شيء، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف باليوم من الذين يذهبون يتوسلون ويستغيثون بالأولياء والصالحين؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وفيه أي في صحيح البخاري، ووجه الدلالة من الحديث تصريحه صلى الله عليه وسلم لأقرب الخلق إليه هؤلاء، قال: لا أغني عنكم من الله شيئا، فكيف بغيرهم؟
وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قام خطيبا وطلب من قومه أن يخلصوا أنفسهم من عذاب الله بالطاعة، وقال لهم أنه لا يستطيع أن يدفع عنهم شيئا من عذاب الله، ثم حذر أقاربه فرضا فرضا، قيل حتى لا يغتروا فيتكلوا على قرابتهم، فكيف بغيره. وهذا مهم أن يضبط هذا الحديث، يحفظ، وأن يلقى على العوام ويبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لأقرب الأقربين إليه أنه لا يغني عنهم من الله شيء، فكيف بغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب أورده الشيخ رحمه الله تعالى يبين أن الملائكة بعد ما انتهى من ذكر أن النبي وهو أفضل بني آدم لا يغني عنكم من الله شيئا، كذلك ذكر الملائكة، قال الملائكة هؤلاء هم عباد صالحون، ويبين لك أن ليس في يدهم أن ينفعوا أنفسهم ولا أن يعلموا الغيب، بل إنهم يصعقون. فإذا كان الملائكة هم الصالحون فغيرهم من باب أولى، أي غيرهم من الصالحين وغيرهم من باب أولى، وهذا من باب ضرب المثل يعني. ثم ذكر قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي كشف عن قلوبهم بعد الإغماء من سماع كلام الله. إذا كان يا إخوة هذا حالهم فكيف يشرك بهم مع الله؟ فالباب الماضي في خير بني آدم وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب في الملائكة عموما وخيرهم جبريل. فإذا عرف يعني هذان البابان عرف بطلان شبهة التعلق بالصالحين. واضح؟ وهذا من بديع تصنيف الشيخ أنه أتى بخير البشر ثم بخير الملائكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهنا قال وفي الصحيح يعني المراد به البخاري. الشاهد من هذا الحديث قول المصنف: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، تصح خضعانا بفتح الأول بضم الأول السكون الثاني، وتصح خضعانا. وهنا مسألة وهي أقسام العلو. طبعا العلو عند أهل السنة والجماعة أقسام 3: علو الذات، وعلو شأن وقدر، وعلو القهر. النوع الثاني والثالث تقر به حتى الجهمية، كما أفاد هذا ابن القيم رحمه الله تعالى اجتماع الجيوش الإسلامية. والنوع الأول يقرون به متقدم الأشاعرة كأبي الحسن، أما متأخر الأشاعرة فهم في ضلال في القسم الأول وهو علو الذات. طيب أقرأ البعض. نعم. أحسن الله إليكم. ما يحتاج أحسن الله. قال رحمه الله: وعن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل،
فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ يقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهذا الحديث قال وعن النواس، هذا في تنصيص هذا الحديث طبعا على جبريل، وسأبين أمره هنا. أولا لابد أن نعلم مسألة، هل جبريل أفضل الملائكة؟ ذكر السيوطي أن أشرف الملائكة 4، وأن أشرف الملائكة وأن رؤوسهم 4، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ثم اختلفوا في التفضيل بين جبريل وإسرافيل، والآثار مختلف في هذا، حتى نقل السيوطي عن الزرقاني يعني كلاما طويلا في هذا في شرح على موطأ الإمام مالك. والله أعلم أن جبريل أفضل الملائكة لأمور، أولا أنه موكل بالوحي، الأمر الثاني أن جبريل يذكر دائما مقدما على غيره من الملائكة، فلو نظرت إلى حديث عائشة في مسلم تقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل، فالله أعلم أن جبريل أفضل الملائكة. والأمر الثاني ملك الموت، وقيل أنه اسمه عزرائيل، وهذا لم يصح في حديث، والعمدة أن على اسم ملك الموت بعزرائيل الإجماع، وقد حكاه القاضي عياض في كتابه الشفاء، ذكر ونقل هذا كذلك، ذكر هذا أيضا الحليمي، نقله ابن حجر في البخاري والقرطبي في تفسيره، نقلوا أن اسم ملك الموت عزرائيل يصح، وهذا بالإجماع، صحيح لم يصح في هذا الحديث لكن العمدة على الإجماع. وأيضا في الحديث هنا مسألة مهمة، الأشاعرة يقولون أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يأخذه سماعا من الله، لأنهم يريدون أن يثبتوا الكلام النفسي، لا يريدون أن يقولون أن الله يتكلم بحرف وصوت. وقد ذكر ابن تيمية 3 أدلة في المجلد 12 في الرد عليهم، منها أولا أن السلف مجمعون على أن جبريل أخذه سماعا من الله لا من اللوح المحفوظ، هذا أولا. الدليل الثاني أن الله تعالى قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فالأصل أنه منزل من الله، لا أن جبريل اطلع عليه فأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث وهذا مهم، لو قيل بقول الأشاعرة يلزم على هذا أن يكون بنو إسرائيل كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن بني إسرائيل خير من الصحابة، وذلك أن موسى أخذ من الألواح مباشرة وأخذ عنه بنو إسرائيل، فلو نظرتم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو في طبقة ودرجة بني إسرائيل الآن، لأنه أخذه من جبريل، هذا باطل، وتكون طبقة بني إسرائيل خير وأرفع من طبقة صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا أذكر فائدة، ابن تيمية يطلق على الأشاعرة معطلة باعتبار ومثبتة باعتبار. يذكر ابن تيمية أن الأشاعرة معطلة باعتبار أنهم أول الصفات إلا 7 على خلاف بينهم كما تعلمون، وما أثبتوه على خلاف طريقة أهل السنة، هم مثبتة باعتبار أنهم أثبتوا شيئا من الصفات هي 7، خلافا طبعا للجهمية والمعتزلة. وبهذا نتوقف ونستكمل الدرس الآتي إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.